قل اللهم فاطر السماوات والأرض. هذا الدعاء أيها الإخوة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بكر، وهو وصية لنا فلنحرص عليه ولننشره. وأسأل الله من نشر هذا المقطع أن ينضر الله وجهه وأن يحرم وجهه ووجه والديه عن النار. انشروه واحفظوه أيها الإخوة وحافظوا عليه. قال له صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه، وفي رواية أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. حافظوا على هذا الذكر أيها الإخوة، حافظوا على هذا الدعاء الذي يحفظكم من جميع الشرور، يحفظكم من شرور أنفسكم ويحفظكم من شرور الشيطان.